السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد مباراة الأهلي والزمالك رحنا لقهوة الزملكاوية، ولو تقدر تروح قهوة الزملكاوية بعد ما الأهلي كسب الزمالك يبقى أنت راجل توب. تعالوا نشوف الزملكاوية يعملوا معانا إيه، ورب ما يضربونا، ونشوف ردود أفعالهم بعد ما الأهلي فاز عليهم في السوبر. يلا بينا نشوف الزملكاوية ونتعرف عليهم. تعرف عليك؟ محمود ابو حجر. محمود ابو حجر، زملكاوي طبعا؟ طبعا زملكاوي. نتعرف عليك. هاشم لاشلة. هاشم لاشلة. احنا جايين، هو هاشم يعتبر الاستاذ محمود ضيفه او صاحبه، واحنا جايين لهاشم عشان هو صاحب اصعب زملكاوي هنا في المنطقه الشعبيه دي اللي احنا فيها، ونشوف هاشم هيقول لنا ايه في عجاله كده. مش هنطول عليكم. تقول ايه على فوز الاهلي على الزمالك؟ والله اقول لهم الف مبروك. المباراه كانت كويسه وهم كانوا الافضل ويستحقوا الكاس، واحنا كنا وحشين في الملعب يعني باخطاء من المدير الفني بتاعنا. هاشم، هنا في ناس بتقول لي ان هاشم دون حد صعب على الفيس وزملكاوي فظيع، فيعني ليه بعض الحاجات كده بينزلها بتزعل منه ايه الاهلاويه، واحنا عاوزين ايه ننزع التعصب وكلام من ده. ممكن تقول ايه؟ لا والله انا بس برد على الجماعه الاهلاويه برضو، اللي هم برضو يعني برضو في شويه متعصبين وبينزلوا حاجات مش هي يعني، فاحنا بنرد عليهم برضو بنفس الاسلوب يعني فيها رشق زي ما بيقولوا بالالفاظ وكده. لا ما توصلش للرشق بالالفاظ، يعني تريقه وتحفيل والكلام دوت، فاحنا برضو بنرد عليهم بنفس الطريقه يعني. والاهلاويه المحترمين بنشيلهم فوق دماغنا يعني. انت معترف ان بعد مباراه الاهلي والزمالك في السوبر ان الاهلي كان يستحق الفوز؟ اكيد طبعا يستحق الفوز، هو لعب افضل مننا، واحنا يعني على فترات بس متقاطعه كده يعني مسكنا الكره شويه وبتاع، بس الحمد لله على كل شيء. ممكن تقول لي امتى اللحظه النهين او الدقيقه النهين قلت ان المباراه مش بتاعه الزمالك وبتاعه الاهلي؟ في اللحظه اللي الكوره بتاعت زيزو جت في العارضه دي قلت خلاص الماتش مش بتاعنا ومبروك للاهلي. كابتن حازم امام كان بيقول ان زيزو ما يطلعش ناحيه راس الحربه او تحت راس الحربه، مش مكانه، وتملي بيبقى في الحته دي مش موفق. هي تقول ايه؟ لا اتفق طبعا مع كابتن حازم امام. كبير طبعا نجم حازم امام نجم كبير وعلى راسنا من فوق وطبعا زيزو لما بيلعب ناحيه الشمال بيفقد حوالي 60% من قوته الضربه، لكن ناحيه اليمين اقدر اقول لك 85 90% خطوره يعني. الاهلي عمل 3 صفقات او صفقتين على ما سافيو طبعا وشادي وحد كده تمام. الزمالك عمل 11 صفقه. ايه رايك انت فين صفقات الزمالك؟ صفقات الزمالك لسه يعني هو اللي يعني هنقول ظهر مننا كويس ممكن ابراهيم نضاي، بس جات له اصابه يعني، وسامسون برضه اتصاب قبل المباراه بتاعت الاهلي مصطفى شلبي امبارح برضه. مصطفى شلبي امبارح برضه عمل ماتش كويس لما نزل، عمل كام هجمه من ناحيه الشمال، قدر ان هو يوصل لعبته وزيزو. في كوره لو زيزو استلمها كان قدر يوقفها بدل ما يشوط على طول. لا مصطفى شلبي هيجي. الزملكاويه بقى بيساعدوا بعضهم يا جماعه، واحنا مفيش مشاكل متواصلين معاهم. لو قلت لك لعيب من الاهلي كنت تتمنى ان هو يبقى بنادي الزمالك، تقول ممكن مين؟ خلينا في الجيل الحالي. الجيل الحالي؟ الجيل الحالي اتمنى اليو ديانج. لو قلت لك تقول لي 3 لعيبه او 4 لعيبه في الزمالك، يعني يعني اعظم لعيبه في الزمالك على مدار التاريخ، اذكر لي 4 لعيبه. طبعا على راسهم المعلم حسن شحاته، ده الاسطوره بتاعتنا. مين تاني؟ حسن، انا قلت حسن شحاته، وكابتن جمال عبد الحميد كابتن كاس العالم، واللهم صل على النبي، والله يرحمه الكابتن الغزال ابراهيم يوسف. تمام. حازم امام الكبير طبعا احنا ما حضرناهوش بس سمعنا عنه، احنا بنتكلم على اللي احنا. ومن عندنا اضيف ايه؟ كابتن حماد عبد اللطيف الحاوي. اكيد طبعا. 4 لعيبه بسرعه كده من الاهلي اعظم في نظرك انت، يعني اعظم 4 لعيبه في تاريخ الاهلي. كابتن طاهر ابو زيد طبعا. اول واحد طاهر ابو زيد. اول واحد طبعا لا خلاف عليه كابتن محمود الخطيب، وبعدين طاهر ابو زيد. تمام. 2 تاني؟ علاء ميهوب. الرابع بتاعهم هنقول
ماهر همام. ماهر همام لعيب في لقاءات الاهلي يعني تتمنى ان هو ما يبقاش موجود في لقاءات الاهلي والزمالك حاليا ولا سابقا؟ خلينا في الجيل الحالي. في الجيل الحالي سابقا الاول. سابقا الجيل السابق كابتن حسام حسن. كابتن حسام حسن ده اسطوره طبعا، ده بيحطها من خرم ابره. يعني حسام حسن انت تتمنى ان هو في مباريات الاهلي والزمالك تتمنى ان هو ما بيبقاش موجود. طب كابتن ابو تريكه؟ لا ابو تريكه طبعا لعيب لا خلاف عليه. بس حسام في حته ثانيه خالص. حته ثانيه خالص. ايه رايك الاهلاويه بيقولوا ان الاعلام بيدعم الزمالك، تقول ايه؟ لا 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 لا، مفيش الكلام دوت. بالعكس ده الصغيره في الزمالك بتبقى. هاشم لو انا قلت لك ابنك اياد الصغير الاهلي هيلعب طالبه او كده او هيلعب في الاهلي، ممكن تشجع الاهلي؟ لا صعب ان انا اشجع النادي الاهلي. على النادي الاهلي على دماغي من فوق، بس انا صعب. انت بتقول كده عشان زمايلك الزملكاويه وبتاع؟ لا والله العظيم ده من قلبي وحد كتاب الله. الزمالك عندي حاجه ثانيه خالص، كرات الدم البيضاء بتجري في جسمي. صعبه جدا يعني. ما هو باين اهو كابتن شيكابالا وكابتن في القهوه وكابتن حازم امام. صح. الكابتن حازم امام في ملحوظه لما حضرتك بتقول لي الاربعه بتوع نادي الزمالك. ذكرت كابتن حازم امام. تقصد حماده امام؟ اقصد الكابتن حماده امام اللي انا ما حضرتهوش، لكن الكابتن حازم امام انا حضرته. ده اسطوره في نص الملعب واحسن صانع العاب في مصر، ومصر مش هتجيب زيه. يعني انت تقصد في نص الكلام انت عايز كابتن حماده امام مع الاربعه العظماء اللي هم في تاريخ نادي الزمالك. ايوه. نتمنى هاشم بعد اللقاء ده الدنيا تهدى وتصالح جماهيرك اخواتك الاهلاويه وجيرانك وكلام من ده. لا انا والله العظيم يعني هم حبايبي واصحابي وكل حاجه، وليا اخواتي اهلاويه. احنا عايزين نقول في نهايه اللقاء ان اهلي زمالك كله في مصلحه مصر، منتخب مصر. فانت بالنسبه لمصر لا مصر دي حاجه ثانيه. تمام. مصر فوق الجميع. بنشكر هاشم على ان هو تلبيه الدعوه وان هو حضر معانا. بنشكرك يا هاشم. الشكر لك يا كابتن ناصر، والله احنا مش عارفين نشكرك ازاي، ودي فرصه سعيده ان حضرتك شرفتنا ونورتنا والف شكر لحضرتك ان شاء الله. ربنا يخليك، ونحب نشوف تعليقات الاهلي والاهلاويه والزملكاويه على هاشم، ونشوف كده هو ايه بس بدون خروج عن النص يا جماعه. ونتمنى تكون حلقه موفقه من بورصه او قهوه الزملكاويه. وبرضه هنجيب لكم هنجيب حد تاني اهلاوي، وعشان خاطر زي الاهلاويه ما يزعلوش حتى من من قهوه الاهلاويه. هي في المقابل خلي بالك، بس هي مش باينه دلوقتي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نتمنى نكون قدرنا نوصل لكم اي جديد مع كابتن هاشم الزملكاوي المتعصب اللي كان بتلبيه من جمهور الاهلي قال خلي هاشم يهدي اللعب علينا. السلام عليكم والف مبروك للاهلاويه.